حسام حسن يتكلم بصراحة بعد الخروج من إفريقيا، وكلامه يشعل الجدل. بعد خسارة منتخب مصر قدام السنغال في قبل نهائي كاس إفريقيا، حسام حسن طلع في المؤتمر الصحفي وقال كلام واضح وصريح. العميد أكد إن المشكلة مش في اللاعبين، لكن في حاجة أخطر بكتير: مفيش عدل في جدول البطولة. حسام قال إن منتخب مصر لعب مباريات متتالية وسافر أكتر وراح ملاعب مختلفة، في وقت إن منافسين تانيين لعبوا على نفس الملعب وارتاحوا أكتر. وأكد إن السنغال ما عملتش فرص كتير، والهدف جه من تسديدة واحدة، والمباراة كانت على تفاصيل صغيرة جدا. كمان شدد إن كلامه مش شماعة للخسارة، لكن حق منتخب مصر إنه يطالب بعدالة، لأن مصر مش منتخب عادي، دي إفريقيا والعرب تاريخيا. حسام حسن اختتم كلامه وقال: اللاعبين رجالة قاتلوا للنهاية، وهو فخور بيهم، والمنتخب ده لسه عنده كتير يقدمه الفترة الجاية. الرسالة وصلت، مصر خرجت، بس خرجت واقفة وبتطالب بحقها مش بتشتكي، فلازم نسند مصر في مداها.